ضحكت كتير قوي، فقلت ضحكوا معايا. لسه راجع من مشوار ضحكت فيه ضحك عمري كله، فقلت اقول لكم على اللي حصل، لان في حته تعليميه شويه برضو، او نقديه وتفر في اللي انا هقوله. رحت المزاد مانهايم اوكشن في نيوجيرسي هنا في امريكا، اشتريت عربيه مرسيدس جي ال كي 350، واشتريتها جرين لايت. جرين لايت يعني يعني المفروض انها خاليه من العيوب. وفي حاجه اسمها بوست اوف سيل، يعني ده انك العربيه تجربها لمده اسبوعين، لو طلع فيها عيب ترجعها وتاخد فلوسك تاني. ف العربيه حصل فيها عيب، طلعت لي كده كود ان الحمد لله ربنا ستر ما كنتش على هاي واي. الستيرنج ويل مال فانكشن، فتلاقي الدركسيون مسك معاك كده بقى حديده، لا يمين ولا شمال ولا هنا ولا هنا وانت سايق. يعني انت لو سايق على هاي واي ولا على طريق سريع فيها موت ان شاء الله. فمن حسن الحظ انا كنت في شارع بطيء لوكال خالص، فما حصلش حاجه. المهم خدت بعضي اعمل ايه. قال لك اروح ارجعها. طيب اروح ارجعها في الترجيع ده، لو التصليح حاجه تكلف اقل من $700 ما يصلحلكش، يقول لك لا خلاص انت كده عليك. اكتر من $700 يرجعوا لك العربيه. فيا جدعان سالونا، قالوا في دكتور المرسيدس بقى، الراجل اللي ما فيش بعده ولا قبله، موجود هنا في جريت نيك في لونج ايلاند. خدت بعضي وطلعت على ويلي اوتو ريبير. فرايح وريته الكودز اللي على العربية وعلى البتاع. قال لي رجعها. It needs an electric box. والالكتريك باكس ده بيجي من الديلر وبيكلف $2000. فرجع العربية. لسه بنطق كلمة واسأله، بصيت لقيته بيقول لي ايه؟ Don't jump on my mother's religion. فأنا بصيت له كده واستغربت. What؟ قال لي do not jump on my mother's religion. أنا سمعت الكلمة من هنا وفرفرت على نفسي من الضحك، وقعت من طولي، مش قادر خالص. فبقول له، قال لي انت ايجيبشن؟ انا قال لي اه، ما انتوا الايجيبشنز دول عندهم فتاكه جامده قوي. هم 2 ايجيبشن في حياتي اللي اثروا فيا. واحد جه قال دخلت في خناقه معاه، يعني مشاده معاه، فبيقول لي دونت جامب اون ماي ماذرز ريليجن. والتاني واحد تاني قال لي دونت كات ماي بريد، كان سواق تاكسي ومودي له عربيه يصلحها. ف... فبيقول له بعد 3 ايام تيجي تستلمها، فسواق التاكسي بيقول له دونت كات ماي بريد. وده رجعني خلاني افكر ايه لا. على فكره انت جايز تعتقد ان المصريين اللي بيعملوا كده او اللي قالوا كده ده راجل جاهل او ما يعرفش او مش فاهم انجليزي. لا بالعكس، ده في ناس معاهم دكتوراه، ده في ناس مدرسين جامعه وبيغلطوا الغلطه دي عشان واحد متخلف قال لهم كلمه ان الاسماء لا تترجم. وطبعا كلمه يعني حاجه كده. يعني مثلا على سبيل المثال يا جماعه، انا عمري 70 سنه دلوقتي اولموست، يعني فاضل لي سنه وابقى 70 سنه. من يوم ما ربنا خلقني وانا اقعد اشد في شعري لحد ما وقع زي ما انتم شايفين اهو كله. على تمشي في اي حته في مصر تلاقي مكتوب لك كلمه شارع، شارع رمسيس، شارع. ايه التخلف ده يا جدعان؟ واحد متخلف في مجلس المدينه، وعلى فكره كلهم كده، اللي هم الجماعه المتعلمين اللي هم المدارس الحكوميه اللي زي حالاتي، بيجي يترجم كده كربونه العربي للانجليزي. انا ياما صلحت
لما عملوا الشعار بتاع اللجنة الهيئة القومية للانتخابات دي عملوها بشكل مضحك، عملت انا عليها حملة لحد ما غيروها، وقبل كده كذا حاجة، الهيئة العامة للانتخابات بتاع مش عارف ايه كلام من ده. ليه؟ لانهم بيدوهم للراجل المدير بتاعهم اللي هو عادة خريج مدرسة كفر الشكر الثانوية وتعلم انجليزي بتاع الاستاذ سعيد عبد الغني. سعيد عبد الغني ده كان مدرس كان واحد كان بيدينا انجليزي وعربي وتاريخ في نفس الوقت. عمل معايا اتفاقيه، خدني مدرسه اوضه المدرسين وعمل معايا، يعني انا هديك الدرجه النهائيه في التاريخ والدرجه النهائيه في الانجليزي بس بشرط ما ترفعش ايدك وتسالني، اقول حلو اقول وحش ما تسالنيش. وقد كان، هات جورنال ولا حاجه وتسلى فيه وما تسالنيش. ف يعني ايه شرق دي؟ شرق رمسيس. طب وانت لو في سايح جاي وقرا كلمه شرق رمسيس ده هيفهم منها ايه؟ يعني افهم يعني شرق رمسيس. مثلا حارة مش عارف ايه، يقول لك حارة كذا، حارة. ايه الهبل اللي انت فيه ده يا عالم؟ ايه ده؟ المهم على مدى بقول لك من سني 70 على يعني هنقول ان انا من يوم موعيد مثلا كنت في اعداديه مثلا على سبيل المثال لحد دلوقتي 50 60 سنه يا ناس، ولحد دلوقتي ما اتغيرتش. تخيل. زي مثلا اللي يجي برضو يترجم لك كلمه المحور، محور محمود عبد العزيز، يقول لك اكسس. اكسس اكسس مين يا ابو اكسس؟ اكسس مين يا ابو اكسس؟ المهم المهم هي دي النقطة اللي قابلتني ديت. ان الناس المصريين الناس فاهمين غلط، بيترجموا كده كربونة، يجيبوا الكلمة بالانجليزي يحطوا كلمة بالانجليزي. انا مرة دخلت في خناقة مع بنت شغالة في مصر للطيران. ليه بنتكلم بسألها عن الطيران الداخلي في مصر، فقلت لها كلمة في دوميستيك فلايتس هنا، فبصيت لي باحتقار شديد قوي. ايه دوميستيك دي؟ دوميستيك دي يعني خدامين، ده خدامه دي. قلت لها يا بنتي دوميستيك فلايتس، دوميستيك فلايت اللي هي عكس الانترناشونال فلايتس، دوميستيك فلايت اللي هي داخل البلد. ما اسمهاش دوميستيك فلايت. لا قلت لها لا اسمها دوميستيك فلايت. لا ما اسمهاش. لا يعني لا ما اسمهاش. لا اسمها لا اسمهاش. وحاجه رهيبه، الناس بتترجم الانجليزي. يا جدعان الانجليزي بينداق، قلت لكم للمره المليون، الانجليزي بتدوقه كده، تحطه على لسانك كده، لو ده طلع طعمه حلو يبقى هو صح. على فكره في امريكا هنا مفيش حاجه اسمها دراسه جرامر انجليزي، ولا عمر مفيش حاجه اسمها، مفيش قاعده افتر وقاعده بفور واسون از والكلام الفاضي اللي بيحفظه لنا في مصر ده واللي ضيع الانجليزي. احنا بلد احتلونا الانجليز ما تعلمناش منهم انجليزي، احتلونا الفرنسويين ما تعلمناش منهم فرنساوي، وبنعيب على بتوع المغرب العربي عشان بيتكلموا فرنساوي صح، وده غباء مننا ان احنا بنعيب عليهم. بيتكلم العربي بتاعك وبيتكلم معاه لغة تانية حية كويسة، بتأهله لإيه بقى؟ بتأهله لروايات وكتب ويشوف أفلام بتاع العالم المتقدمين، بدل ما ماشي عمال مستك مع فيلم الناصر صلاح الدين والبتاع والتخريف اللي بيحصل ده، وإمام الدعاء والهبل بتاعنا. بس فأنا دلوقتي الراجل ده كان في شارع 5 هيكس لين. ده لين ديت هقولها ازاي؟ حارة. كان في 5 هيكس، حارة هيكس. الله العظيم حاجة مسخرة مسخرة.